حيث أفاد شهود عيان بأن 13 أصيبوا في اشتباكات وقعت أمام ساحة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية بين مؤيدين ومعارضين للدستور الجديد. وأكد الشهود أن المعترضين أشعلوا النار في 3 سيارات ظنا وحاولوا اقتحام المسجد للاعتداء على الشيخ المحلاوي، إلا أن قوات الأمن منعتهم. لمزيد من التفاصيل أعزائي المشاهدين ينضم إلينا محمد مدني مراسل مصر 25. مراسل، كيف تبدو الأوضاع لديك الآن محمد في الإسكندرية؟ نعم، لا زالت الأمور تعاني حالة من التعقيد. المعارضين والذين أرادوا أن يقتحموا مسجد القائد إبراهيم لأكثر من 3 مرات، إحداهما كانت من البوابات الخلفية ومن بوابات الخاصة بدورات المياه، لكنهم فشلوا. لا زالت عملية الاحتقان قائمة. قوات الأمن تحاول السيطرة على الموقف أو منع الاعتداءات، لكنها أيضا غير قادرة على ذلك. دخلت في مرحلة تفاوض مع هؤلاء الذين أرادوا اقتحام المسجد. قالوا لهم أن 2 منهم تم إلقاء القبض عليهم بواسطة رواد المسجد بعدما حاولوا الاقتحام، وقالوا أنهم لن ينصرفوا إلا بعد أن يتم إخلاء سبيل أو إطلاق سراح هذين الاثنين. بالفعل دخل مدير إدارة البحث الجنائي اللواء ناصر عبد في مرحلة تفاوض مع المحبوسين داخل المسجد من رواد الشيخ المحلاوي، واستطاع أن يطلق سراح المقبول عليهم بواسطتهم ممن حاولوا اقتحام المسجد، لكن هذا لم يؤدي الأوضاع. ظل المعارضين على موقفهم. الآن يريدون أن يدخلوا مجموعة جديدة منهم إلى المسجد للتأكد من وجود عناصر أخرى مقبوض عليها من عدمه. بطبيعة الحال هذا الأمر قوبل برفض استهجان من الذين يتواجدون داخل المسجد لحماية الشيخ المحلاوي. هناك يعني حالة من عدم السيطرة من قوات الأمن على المشهد. الاشتباكات تنتقل إلى طريق الكورنيش ثم تعود مرة أخرى إلى أمام مسجد القائد إبراهيم، مشتتة بشكل كبير. الأعداد الموجودة يعني بمن فيهم من وقف يشاهد الأحداث وغير مشارك فيها لا تتجاوز حوالي 500 فرد. قوات الأمن مشتتة بين الجميع، أحيانا تنسحب وأحيانا تعود مرة أخرى. هناك حالة من الضبابية في المشهد، غير قادرين على التعرف أو قراءة إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا المشهد. طيب محمد، يعني لماذا لم تستطع حتى الآن قوات الأمن فض هذه الاشتباكات؟ يعني هل قوات الأمن قليلة إلى حد ما؟ يعني كيف تصف لي التواجد الأمني في محيط المنطقة؟ التواجد الامني كثيف. هناك مجموعه من تشكيلات الامن المركزي موجوده، منها ما نزل على الارض ومنها ما هو ما زال داخل السياره. مدير الامن حضر بنفسه، مدير اداره البحث الجنائي هو الذي يقود الفريق الامني متواجد هناك. لا يسعى الى التصادم بشكل كبير، انما يحاول انهاء الازمه بشيء من التفاوض مع كل الاطراف، لكن يبدو ان عمليه التفاوض غير مجديه حتى الان. لا زال الشيخ المحلاوي منذ ان انتهى من صلاه الجمعه محاصرا داخل المسجد. لم تستطع قوات الامن رغم وجودها المكثف منع اشعال النار في السيارات الموجوده، منها السياره التي يمتلكها احد الاشخاص من رواد المسجد يحرص كل جمعه على اصطحاب الشيخ المحلاوي من المسجد والى بيته. تم احراق هذه السياره، والهتافات تعلو بالسب والشتيمه للشيخ المحلاوي. بل منهم ايضا من بدا يوجه الاتهامات لجماعه الاخوان بانها هي من تقود هذا الاقتحام، وهي من تتعدى على المعارضين. بدورها جماعه الاخوان اصدرت تصريحا رسميا ادانت فيه الاعتداء على المساجد، ادانت فيه الاعتداء على المقدسات، وادانت فيه الاعتداء على الشيخ المحلاوي، واكدت انها غير موجوده في ساحه القائد ابراهيم، وانها تباشر عملها وتباشر مجهودها في محاوله الترويج للموافقه على الدستور من خلال ميادين الاسكندريه المختلفه. نعم محمد، يعني سنتابع معك تطورات الاحداث بشكل مستمر. محمد مدني مراسل مصر 25 من الاسكندريه، شكرا جزيلا لك.